تعالى كده اقول لك مفاجأة جديدة من عيار ثقيل للمنظومة الكروية بتاعتنا. المنظومة الناجحة، المنظومة بتعرف الحق وبتحبش الباطل، المنظومة اللي عمرها ما بتساعد نادي وسمى ننوس عين أمه للدولة. تخيلوا، مدرب مساعد منتخب مصر تحت 17 سنة مين؟ محمد أحمد شوبير. والله شوبير ليه ابن اسمه محمد غير مصطفى. محمد احمد شوبير الراجل ده ابتدى يلعب في النادي الاهلي مش عشان بابا، لا عشان لعيب، بس الاهلي ما استفادش منه او ما فادهوش فمشاه. فراح وادي دجله 2017، اجتهد انه يلعب مباريات وكده بس ما اقتنعوش بيه فمشوه. الراجل راح لانبي، قعد برضك يعمل كسالى جهده، ما لعبش ولا مباراه في الدوري بس عنده من الخبرات اللي تعينه مدرب مساعد لمنتخب الناشئين تحت 17 سنه. في الاخر لما ما لقاش يلعب مباراه واحده في الدوري وما خدش خبراته الجامده مشوه. يسكت؟ لا، يخش على عالم التدريب. السكه دي مش ليا، مش ليا، مش بتاعتي، مش مجالي، اشوف مجال احسن يجيب لي بيها رزق. دخل عالم التدريب. تخيلوا يبتدي فين؟ يبتدي في ناشئين زد، ملاش دعوه علاقه بالسيد زاهر وشوبير، لا لا. الولد عنده من الخبرات ما يؤهله، هو عنده 21 سنه يبقى مدرب ناشئين. قعد في ست سنتين لحد ما راح في 22 23 حبيبه محمد ابو العنين اللي قال لك انا عندي لو الانبي لو السيراميكا بيلاعب الاهلي الاهلي يكسب. ان يضم محمد احمد شوبير في الجهاز الفني لايمن الرمادي اللي خد كاس الرابطه على فكره، بس يعينه ايه؟ مساعد مدرب، يعني مش مدرب عام ولا مساعد مدرب، لا مساعد مدرب. المهم اللي بيحط اسم شوبير في الجهاز. فده لما يتحط اسم شوبير في جهاز سيراميكا يتعين على طول اتحاد الكوره من ضمن اختياراته. وطبعا بيسيبوا سي في وبيجيبوا كل ما هو له من الخبرات ان يختاروا محمد احمد شوبير مدرب مساعد لمنتخب مصر الناشئين تحت 17 سنه. شفت بلدنا ماشيه ازاي؟ شفت بلدنا بمقارنه بالمغرب ماشيه ازاي؟ المغرب المنتخب الكبير طالع رابع عالم، ومنتخب الناشئين هيلعب النهارده مع الارجنتين في نهائي كاس العالم اللي منتخبنا ابناء عاملين ابناء اللعيبه خرجوا من الدور الاول بسبب ان المنظومه بتاعتنا ماشيه بما يرضي الله، مفيش واسطه، مفيش بابا. بتختار من الاكفاء اللي هم اللي اخدوا لعبوا مباراه واحده في دوري ممتاز ولا دربوا فرقه عدله ولا لهم من الخبرات ما يؤهلهم ان يبقوا مدربين في منتخب مصر، ولكن اسم الاب يفرق. محمد احمد شوبير والله ما مفاجاه. الراجل ده متعين بقاله 5 اشهر بس محدش عارف هو ده قريب شوبير ولا مش قريب شوبير. الناس كلها عارفه مصطفى شوبير وعارفه اخته اللي شغاله في الاذاعه مش عشان خاطر بابا، شغاله في اف ام في اذاعه اف ام مش عشان خاطر بابا برضه. فمحمد احمد شوبير لما قعدت اعمل سيرش لقيناه فعلا من ابناء احمد شوبير، مواليد 98. عارفين 98 ده يعني عنده كام سنه؟ 27 سنه. راجل ما لعبش مباراه واحده في دوري ممتاز، الراجل ما دربش نادي، ما دربش ناشئين منتخب ناشئين، ما دربش، ما عملش من الانجازات اللي تخليه مدرب مساعد لمنتخب مصر تحت 17 سنه. لكن عمل من الانجازات هي ان ابن شوبير، انجازاته ان ابن شوبير. شفت منظومتنا بتدور ازاي؟ شفت منظومتنا بتختاري اكفاء ازاي؟ زي ما احمد حلمي في الفيلم قالها لك، هو لازم مصر وحاجه، مصر وكيل نيابه، مصر وظابط، هي دي مصر. مصر وابن شوبير، مصر وابن سيد عبد الحفيظ، مصر وابن خالد بيبو، هي دي مصر. اسمع كده اللقطه دي. هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب والله تمشي كده. هو الوطن بتاعنا كده، لازم اي حاجه فيها ريحه ننص امه للدوله بنمشي بيها، وسايط ثم وسايط ثم وسايط. عشان تنجح في بلدك لازم يكون معاك واسطه، عرقك لا، اي حاجه فيها وسايط هتوصل. شفت بقى منظومتنا الكرويه ماشيه ازاي؟ شفت مبدأ تكافل فرص في كل حاجه، بين الانديه، بين المدربين، بين اختيار اللعيبه، كل حاجه مبدأ تكافل الفرص. هتفضل مصر دايما الدنيا، هتفضل مصر احسن دوله في الوطن العربي، هتفضل مصر مشرفانا في كره القدم،
حتى لو خرجنا من الدور الاول، منتخب كبير او منتخب ناشئين، لكن هي مصر ام الدنيا. يا حبيبتي يا مصر، استقيموا يرحمكم الله.